السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نعمل النهارده اطعم ساندوتش. بصراحه بالنسبه لي اطعم من ساندوتش الشاورما، والله فعلا تحفه جدا. النهارده ان شاء الله هعمله معاكم بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبمكونات كمان اقتصاديه وموجوده في كل بيت. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. وبس قبل ما نبتدي اتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوني، وتدوسوا على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الجمال؟ الساندوتش تحفة جدا بصراحة، ادمان مع كوباية شاي كده الصبح ودمتم. المكونات اللي معايا هحتاج عجينة طعمية او طعمية جاهزة، مفيش مشكلة. انا العجينة دي بعملها عندي في البيت وبسيبها في الفريزر، بس من غير ما بحط عليها اي حاجة، لا ملح ولا اي بهارات. تمام. وقت ما باجي استخدمها باحط عليها، أنا حاطة عليها دلوقتي شوية من السمسم وذرة بسيطة من البيكنج باودر وكمان شوية من الكزبرة الناشفة وشوية كمون وشوية ملح على حسب طبعا الذوق. ومعايا هنا من الخضار طماطم وخيار وبقدونس وبتنجان وبطاطس. معايا حباية واحدة من كل الخضار، وحزمة البقدونس أخدت نصها بس، وخرطتهم بقى كلهم يعني قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وهابتدي ان انا بقى اقلي البتنجان والبطاطس والطعمية. كمان ضفت بصلاية متوسطة يعني ما تكونش كبيرة قوي، وكمان قليت قرنين فلفل كده علشان خاطر انا بحب الفلفل الحار في الساندوتش، فعملتهم كده لوحدهم على جنب. نبتدي بقى نعمل الصوص للاكله الحلوه بتاعتنا. معايا 3 معالق كبار من الطحينه، ومعلقتين كبار من الزبادي، ومعايا ليمونة كاملة، ومعلقتين كبار من الخل، ومعايا بقى ملح وكمون وشوية كزبرة ناشفة، طبعا على حسب الذوق بتضيفوا الحاجات دي. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعدين هنضيف كل الكلام الحلو ده مع بعضه. مش قادرة اقول لكم على طعمها، ريحتها تحفة، طعمها رائع بجد. فطار لوحده مش محتاج اي حاجة جنبه. هقلب الصوص كويس، بس مهم بقى الصوص ما يبقاش خفيف زي ما انا عاملاه كده، يبقى تقيل علشان خاطر يبقى طعمه باين في الاكله بتاعتنا. هضيف البصل والطماطم وكمان بقيه الخضار والبقدونس والخيار، وكمان البطاطس بقى والبتنجان. وهقطع بقى الطعميه عليها او الفلافل. بصوا بقى الجمال، كانت بتقرمش وتحفه، وريحتها كانت روعه، حلوة جدًا، جدًا. الأكلة دي على فكرة يعني ممكن تعمليها غدا، والله حلوة أوي. يعني مش مكلفة وكمان مش تحيرِك يعني. تعتبر كده زي المسقعة والكشري والحاجات الشعبية اللي إحنا بنبقى بنعملها في وسط الأسبوع. بس كده هنقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. بصوا هنا كده كانت ريحتها تحفة، أنا مش قادرة أوصف ريحتها يا جماعة، كانت رهيبة، حلوة جدا، ولا كأني واقفة في مطعم فول وطعمية. بجد كانت تحفة جدا، وكمان طعمها حلو قوي، يعني ممكن تتاكل بالمعلقة كده، فظيعة. عندك بقى عيش فينو، عيش شامي، عيش بلدي، رغيف محمص كده يعني. بصوا خطيرة هي حلوة جدا في أي عيش، طعمها حلو قوي. هنحط بقى الخلطة بتاعتنا الحلوة دي في قلب السندوتشات بقى، يا سلام مع كوباية الشاي، فظيعة حلوة جدا، رهيبة رهيبة يعني. اللحظة الحلوة بقى دي تحفة جدا والله يعني، وتجري الريق كده. بصراحة أنا جوعت يا جماعة والله، تحفة تحفة. جربوها بقى كده وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. بصوا العيش تحفة، حلو جدا، العيش رهيب يا جماعة، في البيت والله اعملوه أحسن من بتاع بره 100 مرة، حلو قوي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا الطعامة تحفة. حتة فلفل بقى من اللي أنا قلياه، يا سلام. سندوتش رهيب رهيب، حلو جدا كده. شوية بقى طحينة من نفس الصوص اللي انا عملته عليها، عملته كده على جنب، وبرضو ايه بنغمس بيه كده. فظيعة فظيعة. يلا اعمليها بكرة بقى في غدا بقى او فطار او في عشاء، رهيبة، حلوة جدا. شمين الريحة وحاسين الطعم كده والجمال والحلاوة، فظيعة فظيعة. مع كوباية الشاي بقى كده بحليب او كوباية الشاي، بصراحة حلوة جدا.
ولو اتبقى منها حاجة بتسيبيها بقى في علبة وتحطيها في التلاجة لتاني يوم، بيبقى طعمها أطعم بكتير من أول يوم، حلوة جدًا وبألف هنا وشفا. وبس كده يا حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى يكون عجبكم، وباشكركم على حسن المتابعة لو لسه معايا لحد هنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.